السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة حبيت بقى اعمل حاجة كده مختلفة من نوعها واشوفها ايه هيجرالها ايه. عملت فراخ بلدي في المحشي ووطيت عنها خالص خالص، بس الأمانة دي فراخ يعني مش العتاقي اللي بتطول وبتغيب في التسوية. دي فراخ لسه كده بدارة، حطيتها مع المحشي وزودتها الشوربه بتاعتها وغطيت عليها، كمرتها كويس قوي وسبتها. وعايزه اوريكم استوت جدا وبقيت زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين كده الشوكه داخله فيها ومستويه اهو. والمحشي كمان مستوي وزي الفل اهو. كانت تجربه جميله جدا، حبيت اوريها لكم وحبيت افيدكم بيها. كان نفسي يعني اجرب ان انا اعمل لحمه او اعمل فراخ او اعمل حاجه في المحشي. عايزه اقول لكم كمان العصاره الحلوه بتاعت الفرخه نزلت في المحشي واديتها طعم جميل جدا جدا جدا. انا جربت فرخه في المحشي تستوي، وجربت فرخه خدت شوربه الفرخه التانيه سويت بشوربتها برضو المحشي، فادت طعم يعني مش عايزه اقول لكم فوق الخيال كده. والفراخ زي ما انتم شايفين كده مستويه خالص، ويدوبك هحمرها واحطها برضو على الوش. استنوني بقى لما احمرها بقى واحطها على وش المحشي، هتدي شكل جميل جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم عملت مع المحشي والفراخ اكلتين حلوين جدا، هوريكم برضو صورتهم في اخر الفيديو. وادي يا حبايبي شكل الفراخ بعد ما حمرتها، برضو رصيتها فوق المحشي. المحشي زي ما قلت لكم طعمه رهيب. عملت كمان محشي فلفل، وعملت طاجن اللي هو الخضار المشكله بسله بجزر ببطاطس، طاجن في الفرن. وعملت طاجن فاصوليا برضو في الفرن. دي الاكله متكامله اللي عملتها ليوم النهارده. طبعا انا ما صورت لكمش الخطوات، بس انا صورت لكم الشكل النهائي في الاخر. بديكم افكار لعزومه لاكله تعمليها حلوه كده تدلع بها اسرتك. يا رب يكون فكرتي وسفرتي عجبتكم. زي ما انتم شفتوا كده الفراخ مستويه وما شاء الله زي الفل. زي ما قلت لكم انا فرخه سويتها في الشوربه وبشوربتها سويت المحشي وسويت باقي الفرخه التانيه، والفرخه التانيه حطيتها كده نيه في المحشي في قلب المحشي كده في النص، وغطيت عليها كويس قوي واستوت وبقت زي الفل. ودي اللوبيا، ودي البسله او الخضار المشكل، وده محشي الفلفل. كله يتحدث عن نفسه. يا رب سفرتي تعجبكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان قبل ما هختم هوريكم انا بعمل حاجة حلوة في الفرن. اخر الفيديو هحط لكم الصورة بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الاول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس ويسيب لنا كومنت ودعوة حلوة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو يا حبايبي عامله صينيه بسبوسه بعد الوليمه اللي وريتها لكم، والمحاشي والفراخ والحاجات الحلوه والطواجن. عملت صينيه بسبوسه زي ما انتم شايفين كده جميله جدا وطريه وشاربه وحاجه كده زي العسل. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.